كما تتعرفوا كما مولفين معايا وراكم تتعرفوا، انا ديما تنشكر الناس اللي فيهم روح الوطنيه، سواء بوليس او درك او عمال او ولاة، وتنذكر سميتهم وتنشكرهم على العمل ديالهم، وتنوري الناس بان دوك الناس راه مخلصين وخا يكونوا باقيين خدامين، بحال الوالي ديال الدار البيضاء، الوالي ديال الرباط، الناس اللي خدموا بينوا خداركم تشوفوا في اليوتيوب كيفاش تيخدموا، وهذا التغيير اللي تيغيروا في البلاد، التغيير اللي هو صالح والمصلحه، وهما كانت كثر، كاين بزاف هاد الناس كثر غير هما كثر وقله، كثر ولكن قله للاسف. في الشرطه، في الميدان ديالي اللي خدمت فيه في المديريه العامه الوطني او الاداره العامه الوطني كما كانت التسميه ديالها قبل، كان هناك ناس كنت تنذكرهم قاموا بواحد العمل جبار، واحد خدمه مزيانه، كنت تنذكرهم وتنشكرهم، وكنت تنشكر الناس اللي ماتوا الله يرحمهم بحال السي تباع دريس الله يرحمه، وكنت نحيي وتندعي وتنشكر مع السي العربي حلمي الله يطول عمره اللي هو دابا متقاعد والحمد لله بصحة وعافية، العمل اللي كان تيقوم به هو مع السي تباع والمساطر اللي كان تيصوب، حتى انا كنت نقول لهم او كما كانوا تيقولوا الناس حلمي كان امير المساطر، والمساطر ديالو باقي الان في ليزارشيف ديال المديريه العامه الوطني وليزارشيف ديال المحاكم، واللي خص يتقراو في المعاهد ديال الشرطه، خاص تقراو شوف داك الستيل ديال المسطره كيفاش مصوبه، وكيفاش الحكي في ديك المسطره اللي كانوا تيصفقوا لهم وكلاء الملك ووكلاء العامون والنواب وقضاة التحقيق على دوك المساطر ديالهم كيفاش كانت. نتمنى من الله واحد النهار نتكلف انا بهذه المهمه هذه، ماشي مقابل ولو بدون مقابل، ونجدوا هذوك المساطر ديال دوك الناس ونقراهم عن التلاميذ الشرطيين اللي في المعاهد ديال الشرطه، في المعهد الشرطه وفي المدارس ديال الشرطه. هنا اليوم بغيت نذكر واحد السيد حتى هو مصطفى القرنوبي. هذا مصطفى القرنوبي كان شاف رئيس الشرطه القضائيه، من ناحيه الهيئه ديالو كان واحد السيد قلده، كان عنده واحد البشاشه، كان واحد الوجه جميل، كان واحد الراجل مخلص لبلادو ومعقول، وكان راجل مثقف لانه كان من ديك الناس اللي كانوا تكتبوا وكانوا دي فرونسيزون، حتى المحاضر كانت تكتبهم بالفرنسيه، المحاضر تكتبهم بالفرنسيه، ولكن لا صوبتي انت محضر بالعربيه كان تيقراه وتيقول كاين في اغلاط وعاود تصلحوا، مع انه كان فرونسيزون وكان مجتهد في الفرنسيه ولا في العربيه. كان رجل مزيان هذا السيد هذا الله يرحمه، وكان رئيس الشرطه القضائيه، وكان رجل سخي ورجل كريم، وكان تيبغيوه الناس اللي خدامين معاه، وكان هو ديما حاضر في القضايا، ديما حاضر، ما كانش رجل ديال المكتب بس، المكتب بوحده، ولكن كان رجل ديال المكتب والشارع، المكتب والزنقه، المكتب والخدمه برا. من الناس حوايج اللي تحسبوا عليه كان الا جا بوليسي المدينه فاش خدام هو وخدم معاه، وكان داك البوليسي عاد جا لديك المدينه وخدم معاه في الشرطه القضائيه، تيقول لي واش عندك دارك في هذه المدينه ولا غتكري؟ تيقول لي غادي نكري، تيقول لي كلم لي السمسار اللي غتكري عنده او اللي كريتي عنده، تيجي عنده تيقول لي شوف الله يعطيك الصحه، هذا السيد هذا ما تخلصش منه واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، اجي عندي ودير الفلوس ديالك من عندي. كان تيقول داك البوليسي دابا انت عاد جيتي وعجبتي الرحيل، وانا عارف بان الانتقال ديالك ربما ما جيتيش لدارك هنايا، اذا الانتقال كان على غفله، ان جيتي باش تكري انا غنعاونك في الكرا 4 شهور ولا 5 شهور حتى تقاد راسك والله يعاونك. كان تيديرها اي بوليسي جا جديد وما عندوش دارو. واحد النهار واحد الشرطي كان تحرك ديال سيدنا المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه من مدينه مراكش، وكان ما بين الشرطيين اللي مشاو يخدموا تما اون ديبلاسمون، اي مشاو يخدموا، حنا تنقول ديبلاسمون، مشاو يخدموا تما، كان واحد البوليسي من الناس اللي خدامين عنده في تابعين ليه اللي تحت الاوامر ديالو، كان في الشرطه القضائيه، مشى مع البوليس كما تيتحركوا كاع البوليس من المغرب، من تيكون التحرك الكبير اي التحرك ديال سيدنا تيمشيو للبوليس، مشى داك البوليسي تما، وكان داك البوليسي عنده راديو، الراديو تعرفوا البوليس تيخدم به. واحد الوقت هذاك البوليسي بغى يدخل يقضي حاجته في واحد القهوه، حط الراديو فوق السياره ديال الشرطه، حط الراديو وماشي غيحطو طفاه وحطو فوق سياره الشرطه. البوليسي معاه ما ردوش البال،
جاب الله ديك السياره كانت واقفه ما كانش تتحرك، ومشى هو للقهوه، وماشي غير مشى للقهوه دخل خدا حاجته خدا قهوه شربها وجا قال الدنيا هانيه. الوقت اللي حل التليفون لقى بانه تيناديو عليه. جاوبهم قالوا لي فين المكان ديالك؟ قال فين؟ قال بقى في عين المكان. جاو عندهم مسؤولين ديال الامن في ذاك الوقت لان سيدنا في عين المكان والدنيا بلاليرت والدنيا كلشي رد بالو وماشي وقت اللعب هذا وماشي وقت التهاون. جاو عنده وداوه المسؤولين، داوه بدلوه بشرطي اخر، داوه قال لي اش ما تتجاوبش. عيطنا لك اكثر من 20 مره ما تتجاوبش، حتى انه بقاو تيسولوا عليك الولاد الوليد الوليد الامن اللي كان في ذاك الوقت كان تيسولوا عليك الرئيس ديالك فين كنتي؟ قال لي ما خليتي الراديو فوق الطوموبيل وما سديتي شيء ودخلتي للقهوه. كانت العقوبه ديالو هو التوقف. كيف نعرفوا التوقف عنده 4 شهور 5 شهور 3 شهور، هذا هو التوقف، سيسبونسيون كما تيقولوا، ماشي ريفوكاسيون، ماشي طردوه، كان توقف ورجع للمدينه اللي خدام فيها لعند السي مصطفى القرنوبي وخبروه قال لي ودي توقفت. قال لي رشت الميساج ديالك هنايا. قال لي وانا مريض وعندي وليداتي وعندي 3 دراري وانا اش غندير؟ قال لي شتي اش غدير؟ شوف الله يرضي عليك، حسب راسك باقي خدام حتى انا ردوك، حسب راسك باقي خدام. انا والشرطيين الاصدقاء غنتكلفوا بك. وتيقول بانه جمع البوليس اللي هما تحت الاماره ديالو وجمعهم كما العاده ديالو وقال لهم هذا خصو الماندا ديالو نعطيوها ليه شهريا، الماندا ديالو كيما تتشدوا نتوما يشد هو. واتفقوا البوليس وتيسمعوا ليه وكل واحد تيدفع 100 درهم وبقاو تيخلصوا هذاك البوسي شي 6 شهور ترجع للعمل ديالو. وكان السي مصطفى القرنوبي الى شي بوليسي مرض لابد ما يزورو في دارو، لابد ما ياخذ ليه الدواء، لابد ما يقول لي شوف غير ريح، الا كانت شي حاجه نعيطوا عليك، الا كانت شي حاجه نجيو نشوفوك، عيط علينا يا ربي، الا كانت شي حاجه كذا كذا تيواسي. اذا شي بوليسي توفى كان السي مصطفى القرنوبي هو الاول في الروضه، هو الاول، وكان تيقرا القران مع الناس. غريب، تيقرا معهم القران كانه فقيه، وكان تيوقف مع الناس. بوليس لا مرضو ولا مات شي بوليسي هو معاه، تيبقى يمشي لدارو 2 3 حتى تطفى ديك الموت شويه عاد تيرجع للعمل ديالو، ووصي على ولادو ووصي على هذا. شوف انسان كيفاش كان طيب السي القرنوبي مصطفى، الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك في هذه العواشر د رمضان. واحد النهار واحد البنت جات عند السي مصطفى، دخلت عنده المكتب ديالو، تقول الكاتبه ديالو، كان عنده كاتب وكاتبه، تيقولوا بانه تعطلات عنده ديك البنت بزاف. واحد الوقت خرج وعيط على واحد عميد وعلى واحد ضابط وقال لهم جيبوا معكم 3 الناس من الناس ديالكم ودخلوا عندنا اجتماع حالا. جات ديك البنت جالسه في المكتب ديالو، جاو هادو دخلوا، قال لهم اجتماع، هذا الاجتماع غديروا هاد البنت هذه اللي غدير الاجتماع معكم. سدوا داك الباب هما يسدوه. قال لي عاودي لهم اللي عاودتي ليا. هاد البنت اش تقول؟ هاد البنت تقول انا عندي خالتي عايشه معاها من نهار خدتني لامي، عايشه غير انا وياها. وهاد خالتي كانت شي بغات تخدم نقافه وما سقاتش ليها، وكانت بغات دير هذه ما سقاتش ليها، ولات تتغسل الموتى، دات الخمار دات الحجاب ودات اللي قالت في يديها بان متدينه ومراه تصلي وتمشي مع الناس للجامع وتجي مع الناس للجامع وداك الشيء، ولات متدينه. وهذا الشيء دفعها باش ولات تتغسل العيالات اللي تيموتوا، تتغسل العيالات اللي تيموتوا، معلوم ما تغسلش غير الرجال، تتغسل العيالات او دريات صغار او دري صغار، ولات معروفه عليها حاده الغساله، حنا غنسميوها حاده الغساله، تمشي تغسل الناس. قالت لهم بداك الشيء باش عايشه، ولكن ماشي الناس تيتهلاو فيها، وحدين تقول لهم هادشي في سبيل الله، شي تيدير لها شي حاجه في يديها، شي كذا شي كذا، ولكن ماشي هادشي اللي تيهمها هي من الغسال ديال الناس. كانت من تمشي تغسل شي مرا، كانت تمشي تدي معها ميكا وتتعمرها بداك الماء، تدخلهم. كانت تقول لهم حتى وحده ما تغسل معايا، تدخل معايا غير وحده تدخل معايا. ولكن من تدخل هذيك اللي تتغسل معاها الماء تدخلها
تسخرها شي سخونه تقول جيبي هادي وتسيبي هادي وتدير الباب ولا شي حاجه وتشوف داك الماء ديال الغسال باش تغسلو تتجمعوا في واحد الميكا وتتخبيه تحت اللابسه لان كانت لابسه داك الشيء مفضفض متدينه تلبسوا داك اللبس. قالت لهم ماشي غير هاد الشيء هذاك الماء كانت تتبيعو وغالي وتتبيعو غالي، هو والصابونيه باش تغسل المراه هي تتبيعها غاليه، راه غير طرف الصابونيه تبيعو ب 1000 درهم الناس تيبغيو. وقالت بانها كانت تبيع حتى الكسكسو ديال الموتى، تتكسكس بيدين الميت. وقالت لهم هادشي باقا تتبعو وراه عندها عصابه معها تخدم معها، عندها 2 رجال يخدموا معها وباقا متبعه هادشي، ولا بغيتو انا نحصلها لكم اش تدير انا نحصلها لكم. هاد البنت شكون هي؟ هاد البنت بنت هذيك خالتها، بنت خت هذيك المعنيه بالامر المتهمه اللي دابا غنسميوها متهمه حسب يلاه البنت هضرات وتكلمات. اتفق معها السي مصطفى بانه قال لها حنا معاك وبجنبك، حنا سمعنا لك، دابا غندير لك واحد المحضر، ولكن داك المحضر راك خصك تعرفي بانه غتقولي فيه الحقيقه كامله كما قلتي لينا، ما تزيدي حتى حاجه، وتولي متابعه اذا كذبتي علينا، تولي متابعه لا قطعتي معنا، بديتي معنا كملي معنا، قالت لي ما نقطعش معكم غنبقى معكم. دخلها واحد العامل دار لها محضر تتقول فيه هذا الكلام كامل. السي مصطفى قال الناس ديالو وتعاود لي هادشي العميد اللي كان معاه، قال لي مرا شي كلمه تخرج من هنا انا ما تنوقف بوليسي ما تنطرد بوليسي من العمل ديالو، ولكن تسمع شي حاجه خرجت من هنا بيناتنا ونثبت بان شي واحد فيكم خرجه وصلت لديك خيتي وما نجحش العمليه غتطرد من الامن، تنوعدكم تطرد من الامن. وهذيك الا كذبت او قالت لها نمشي للحبس. وقال لهم هذا الهضره قدام هذيك خيتي تتسمع، قال مفضينا سيري مع السيد، سير مع العميد. مشات مع عميد الشرطه ودخلت معاه ودار لها محضر تيقول العميد بان كان كلامها صح. رجعوا لهاد المراه اشنو تدير، نخليو فوقاش غيطلق عليها القبض، رجعوا لها شنو تدير. هاد المراه ما والداش هاي ومطلقه، هاد المراه كانت كما تيقولوا هما كانت واحد الساطه، وكانت شي بغات دير نقافه ما سقاش ليها، كانت شويه مخربقه، رجليها شي شويه خارجين الشواري، هذاك النوع اللي مهليه في راسها ما تدخلش شي غير ماكيات وما صابات وما قادت شي، تتسلح باش هذا خضار هذا كزال هذا ملحوت يصاوبوا معاها، حاولوا تقربوا لها وتعرفوا معاها كما قال لي العميد. ومن بعد طاحت عليه هذه الفكره لما تعرفت مع وحدين سحارات، عيالات سحارات وفقها سحارات بقات تتقرب لهم وتعلمت منهم الخدمه. شنو هي الخدمه؟ تعلمت باش تدبر على الماء باش يغسلوا الميت، وتدبر على الصابون ديال الميت، وتدبر على السوميد ديال الميت، خصها تدبر على هادشي. ولات هادشي تتبيع وتشري فيه، ملي تعرفت مع الشوافات ومع الفقهاء ودخل داك الميدان ديال الشعوذه وداك الميدان ديال الشياطين، ولات غير هاد السلعه، ولات هي تاجره تتبيع وتشري. كما قلنا لما بغات تولي تغسل الموتى تسلحات، باش تسلحات كما تيتسلحوا بعد العيالات وبعد الرجال من تيبغي حراميات ومن تيبغي ينصب على عباد الله. الا كانت امراه تدير راسها الحجاب والديقات وهذا والخمار وراسها حابط ولا اله الا الله، ومن تيكون راجل اللحيه والطاقيه وتولي يهضر هذا هو راه نصاب، تيبيع شي لحم مسخ، تيبيع شي خضره، هذا تيزيد في الثمن، تينصب، تيدير الكسوه، بزاف تيديروها بزاف. ولكن هناك بزاف الناس تيديروا على تقوى من الله، كاين بزاف العائلات تيديروا داكشي تقوى من ايمانها وتدور هذا الايمان ديالي ما خصنيش تفتر الرجال وتنغطي وجهي، ها مزيان. كاين بعد الرجال تيديروا اللحيه والطاقيه وديك الدراعيه وكذا، اخواني وكذا تيديرها بايمانه بالله وبايمانه بالسنه. انت تفهم وانا فاهم، انت عارف وانا عارف. راه حتى واحد ما تيدوخ واحد في المغرب، غير اللي دايخ مسكين، غير اللي مدوخ الله سبحانه وتعالى، الضالين هما اللي ما عارفينش. اما عارف هذيك واش دايره داك الشيء لانها بتقوى من الله والايمان ديالها وكذا، وراه عارف انها حريميه غتدير حتى حراميات باينين. وكاين شي وحدين تيديروا الحياه رجال مؤمنين تنعرفوهم متقين، ولكن ديرها كما كانوا جدودنا مساكن الناس كبار وكذا، وكان اللي ديرنا عارف انه بيع شرع مخربق. تنشوف مره غادي نبيع الاسره دخلوه، وشحال دوزتهم انا قدامي، شحال دوزتهم قدامي انا في لابيجي، عاد تخربق ديالو.
هاد السيده هادي بدات تتمشي، بدات يقوا فيها الناس وتتمشي تقلب على شي مراه اللي ماتت. دارت واحد خينا ما عنده شغل، عنده غير واحد البيكالا كما تيقولوا، تعافت معاه ولات خليله ديالو ولا تيقلب ليها، تيمشي للسبيطار، تيمشي للحومه تيشوفها كان شي قيطون، تيقول شكون هذا اللي ميت السيد هذا؟ واحد المراه، لا اله الا الله، مراه كبيره مسكينه، مراه مسكينه مرضات وماتت، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فين ولد هذاك؟ الله يعظم الاجر اخويا، الله يعظم الاجر، الله يعظم الاجر، بارك الله فيك. دابا نقول للوالده تتغسل، نقول لها دوز عندكم، انا نقول مرة يقول من الوالده، مرة يقول من الاخت، مرة يقول من واحد السيده ما جاتش عندكم ديك الغساله، ديك الشريفه الحاجه زعما عيطوا لها تتغسل الناس، وتيدبر لها هو على الهمزات، هو تيدبر على الهمزات العيالات اللي ماتوا من السبيطار وكذا كذا، وهي تدبر حتى هي تسول هنا وتسول هنا تسول هنا، فين ما تسمع شي مرة ماتت تتلبس ديك الكسوه ديالها حلا ودير داك الخمار عليها وتهز داك السويك وهز القران، السلام عليكم، دابا الله يعظم الاجر. والله حتى سمعتها عيطت هي الحاجه هاد امت مريم هذه اللي حداكم، صاحبتي هذيك مشات معايا الحج 2 مرات، حيت انا مشيت 2 مرات ودرت 2 عمرات، الله يقبل لينا وصافي. وعيطت لي قالت لي ودي راه الشريفه ماتت. انا غسلت حتى الناس في الحج، الله يقبل لي يا ربي، تنغسل في الحج تما جاب لي الله هاد الخبيزه، تنغسل دابا العيال في سبيل الله، في سبيل الله، البركه الوالدين، ما تناخذ لا فلوس لا مولاي ربي الله يحفظني، انا نغسلوا في سبيل الله لوجه الله، نديو غير الحسنات ويدعوا معنا الناس، وتنجي معايا البخور ديالي، نجي مع المسائل ديالي، تدخلها الغساله جات، مرا كبيره تتغسل، مرا جاتها تتغسل، جات لي تتغسل تجيب كليه جات لي تتغسل، عطوني الماء سخون الله يعطيكم الصحه، بلاتي يا وليدي غسل داك السطل، عندك داك المقراج الله يعطيك الصحه، صوب وليدي صوب بلاتي، هايدي البرح، هايدي الله يرحم والديك، العيالات الله يرحم والديكم، هادشي راه تيبغي الاناقه، والنبي راه تيوصي على الغسيل، والله سبحانه وتعالى تيوصي على الغسيل، الله يرحم والديكم. راه كنت في الحج تنغسل حتى واحد ما تيقرب في الحج، تنغسل الغيالات حتى واحد ما تيدخل عندي من السعوديين، ولي دخلت تندور فيه، سمحوا لينا دخلوا المراه، تدخل المراه تتهز شي وحده من ديك العائله، تهز شي وحده، فين هي بنتها؟ اجي يا بنيتي اجي، لا انت صغيره، شوفي شي وحده تكون شويه كبيره الله يعطيك، اجي توضيتي سيدي يا بنتي توضي الله يرضي عليك وصلي 1 2 ركعات، اجي صليهم معايا، تدخلهم، تدخل الماء سخون، تدخل البنت تبقى تغسل في الماء، تجبد الصابونيه من عندها وتدير البخور وتبقى تغسل في المراه، كبي لي يا بنيتي هنا، كبي لي يا بنيتي هنا، كبي لي يا بنيتي هنا. واحد الوقت تدخل البنت، تدخل ديك البنت، زيديني شويه الماء بارد الله يرضي عليك من برا، تخرج البنت عندها واحد بلاستيك، تشد ديك البلاستيك تتعمر فيها الماء اللي طاح، تشد الماء وتجمعو تبقى تجمعو في ديك البلاستيك وديرها تحت، عاوتاني تدخل ديك البنت تكلفها بشي مهمه وتجمع داك الماء كل تجمعو اللي من تتسالي تتكفل المراه، تدير ديك الصويبينيه، دير شويه ديال الشعر ديال الميته، دير داك شويه من الكفن، دير داك الشيء وتدخلو وتعطيها وتخرج هي. دعيو معايا لله، انا ندخل لله، دعيو معايا غير صحيحتي، انا تندوز دابا القلب ولا عندي تيضرني، دعيو معايا غير صحيحتي، سيري الله يعطيك ويعطيك ويعطيك. كاين الناس تيتبعوها تيمدوا لها شي بركه من موالين الدار، كانوا لاباس عليهم، اجي والله تديها هذا غير البياض وتتمشي تدي داكشي. هذه المهمه ديالها الاولى اللي تيقوم بها داك بو الركابي اللي معاها، داك بو البيكا اللي قلت لكم، قال لي واحد السيد قال عنده واحد الركابي غير تيبيض النهار كامل تيقلب على الموتى. وكان تيقوم مهمه اخرى، تيعس هذيك المراه فاش تتوفى، وما كانش تيعس المراه ما تتوفى، كان هو ديما في المقابر تيعس شكون اللي مات، وتيعس على القبر، وتشوف القبر اللي جا مجنب وجا مزيان من واحد الجهه، كان تيعس عليه، وتيجي عندها تيقول راه دفن واحد الدري اليوم، راه دفن واحد الراجل اليوم، راه دفنت واحد المراه اليوم، راه دفن كذا كذا، نمشي ولا تقول لي سير. اش تيدير هو؟ تيطيح الليل تيمشي بوحدو تيبدا يحفر في القبر، تيحفر تيحفر تيحفر، والوقت اللي تيحفر كان كيما تيقول كان تيرد بالو، وكان تينعس في الارض لا شاف شي واحد جاي، وما كانش تيدير صداع، وكان تيخدم 12 ديال الفوق وتيحفر وتيجبد الميت، تيوجدوا الميت، تيوجدوا لما تيجبد الميت تيطلعوا، تيمشي يخليه وتيمشي يعيط عليها، هي ديما قريبه الروضه مخبيه في شي جهه، تيعيط عليها وتيدخلها الروضه، تيدخل الروضه
تيقول هو حسب التصريحات ديالو والاعترافات ديالو تيشد الميت تيديرو بين على صدرو، الميت تيديرو على صدرو، وتتشد هي يدين الميت وتبقى تصوب بهم، تحطو كسكسو وتبقى تدورهم على كسكسو خضر، وتتصوب على كسكسو تدوريه يدو على كسكسو، تقول ليه مرة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كل مرة تحسب هي في خاطرها واش تقول، تجمع داك الشيء وتيديك كسكسو وتردو السيد كما كان، وتتخلي هي تما وتتسد وتيقاد الأخبار كما كان. هذه العملية الثانية. العملية الثالثة طاحت على واحد خينا تعرفت معاه عن طريق الفساد، ولا تيبغيها وتيجي عندها وداك الشيء، وكلفاتو بواحد المهمة حيت هو خدام في السبيطار. وفين خدام في السبيطار؟ خدام في لامورغ في السبيطار. اش تيجيب ليها الدم ديال الناس المغدورين كما تيقول دم المغدور ما تاكسيدون، تيجيب لهم كان شي جاج نلقاه مع الميت ديال شي حادثه تسير، تيقلب شي حادثه تسير وقعت شي بلاصه مميته حيت هو اللي كان تيدي الطوموبيل تيجيب الموتى من لي زاكسيدون، تيهز السيد وترجع تما باش يهز داكشي، هي اللي كتقول لهم هادشي باغيه، هي تخدم به. كانت تتقول ديك البنت التصريحات ديالها دوك القريعات صغار تدير لهم كسكسو وتتبيع قريعات صغار ديال الكسكسو، وتتبيع داك الماء ديال الميت، وتتبيع الصابون ديال الميت. تيقولوا لا درتي لراجلك هذا الشيء هذا ما تيبقاش يغوت عليك، ما يبقاش يهضر معاك، تيولي كي الميت في الدار غا حال فمو مبخبخ، ما يهضر ما يتكلم ما ولي حتى حاجه. انا قلت زعما هذه القضيه ديال دوك الناس الواعرين، كون غادر هادشي فارماسيان يكون شي راجل واعر داصر تيضرب مرتونه وتصداع ولا مبلي ولا عدا مرقو ما تيحل، يقدروا هادشي فارماسيان. بقى يقول لها بقى مشى عطو يقول لها خذي ليه 2 معالق ديال الكسكسو ديال الميت، خذي ليه الماء ديال الميت، وغادي دير ليه شويه الصابونيه ديال الميت الصباح باش هادشي التخربيق والتشعوذه هادشي هذا، والله اعلم هادشي واش تيصدق ليهم ولا لا كان تيصدق ليهم. اش غيقول لي هذا الراجل مسكين؟ كيفاش غيقول لي هذا الراجل؟ دابا مرات تتقلب الرجال دير لي هادشي، مرات تقلب الرجال دير لي هادشي، لانها كانت تتعامل مع العيادات وصدق هادشي، صدق مع هذا الراجل، لو ان هادشي صدق. دابا حنا تنهضروا رمضان هذا، وهذا الراجل هذا الا ما تصدق فيه داكشي ما يبقاش راجل، غيولي دمدومه مسكين غير حاط راسو. ونهار تبغي تردو مرتو راجل زعما قدات فيه غتبغي تردو ما غيرجعش، لانه مسكين دقه وحده يبقى حياته كلها هو متختخ هو مسحور هو، ولا داكشي تكون متسمم ويموت، تعطيه شي حاجه عطيها ليه ويموت. وشحال من وحده دارت شي تجربه الراجل ومات وسكتات، وشحال من وحده دارت تجربه في راجلها بشي حاجه ومات وحصلات بهذا الشيء. وثانيا لو ان هاد المراه بغات دير راجلها هاد الشيء او دارتو ليه، وداك الراجل وصلت ليه هاد الاخبار من عند شي وحده قالتها ليه ضدها، وقالت ليه شوف انت برتك هذه لك وديرها لك، انا نقول لك راه شرات لك ودارت لك، واخا هذا الراجل مثلا ما وقع ليه والو عادي، ما وقع ليه والو، اش غيولي في العائله؟ بغات تخربق في العائله، ما غيولي شاك فيها في ماكلتها، ما طيبيش ليا ما ديريش حاضيها تابعه من اللور غوات نايض السحراء كذا، ها العائله ترست، ها كل شيء ضاع. كاين شي ربح في هذا الشيء هذا؟ كاين فيه شي ربح؟ السحر كان فيه شي ربح؟ هادو ما تيفرقوش، تيدهشوا الراجل تيدهشر تيولي مهلوك، الا صدق تيولي مهلوك، او تيدخل الشك ما بين الراجل تيسمع مرته مشات عند الشوافه ولا مشات عند الفقيه وتوصل الخبار، حياته كلها تيبقى شاك فيها، حياته كلها هو شاك فيها، واخا تعيا ما تحلف ليه والله ما مشيت، يلا حياته كلها وتيمعني ليها. هذيك التر كانت السحارين الويل هذا انت ديري تفعلي تسحبيني انا ما وصلتش اخبار كذا كذا. علاش؟ واش طفروا هادو اللي سحلوا؟ لا رجال العياد شنو طفروا في الدنيا؟ شحال غيعيش ويموت ويخلي داك السيد في التكرفيس ويخليه في الروينه ويخليه في الويل. هادشي اللي كانت تخدم السيده، هذا هو العمل ديالها. كيفاش غتشد هاد السيده وتلقى لها القبض؟ استطاع سي مصطفى وبالمعاه في السلطه القضائيه باش يعرفوا السيده، باش يعرفوا اللي تيعاونها بوركابي مول البيكالا، باش يعرفوا اللي خدام في لامورغ اللي كان تيهز الطوموبيل تيجيب الموتى اللي كان شاك سيدو شاك يعرفوهم ثلاثه. تاكدوا منهم كان سي مصطفى غادي بواحد الطريقه بشويه، وعنده رجال عزلهم في منتهى المسؤوليه، ناس يعرفوا واش تيديروا وكانوا دي بيجيست. قال لهم شوفوا بعدا باش هذيك تكون تتوقف مع هذاك،
او تيجي عندها، وقعت على الحراسه على الدار تيشوفوا هذاك تيجي عند هذاك مول البيكاله، قالوا شوفوا واش عندها شي علاقه مع هذاك ديال السبيطار، عرفوا بان فعلا عندها علاقه معاه، حتى هو تيجي عندها مره مزيان. قالوا دابا ما غنشدوهاش حنا في الدار، عندها كسكسو وعندها الدب ديال الميت وعندها الدجاج وعندها التخربيق نو، خصنا نشدوها في الروضه، خصنا نشدوها في الروضه. وباش نشدوها في الروضه خاص ديك البنت تعاوننا، هاد البنت تعاوننا اللي هي جات الخبر، وخصنا حنا نعسو على داك مول البيكالا انه تيقوم بالعمليات. بداو خدامين تيقول تقريبا 21 يوم. واحد النهار جات البنت عند كما قال لها كان وصل السي مصطفى، قال لها تصالحي معها وهذا لان هي علاش كانت بها، كانت تخاصمت معها. وعلاش تخاصمت معها نسيت ما قلتها لكم، انا تنمشي مع الهضره وتعرف مع رمضان. علاش قلتها لكم؟ هذيك البنت كانت بغات تمشي للخارج، بغات تمشي للخليج الامارات ولا السعوديه ولا داكشي، وقالت لها عطيني باش نمشي. قالت لها لا ما عندكش باش تمشي، غتبقاي معايا هنا، لان البنت كانت تطيب لها وتشقى لها وتخدم لها، بنت اختها ولكن بحال متعلمه عندها، كانت حارطه عليها، والبنت كانت انتيليجونت ومطوره وفايقه. ديك البنت قرات وما جابش الله، ولكن بغات تخرج لبرا، بغات تبعد من ديك العائله، بغات تبعد من ديك الشيطان. قالت لها والله ما نعطيك. قالت له خدمت معاك ودرت معاك وعندك فلوس وتدخلي فلوس وكذا، وديتيني في الليل وديتيني في النهار. قالت له ما نعطيك حتى حاجه، غاديك حد ما تسافريش. قراويه تعطيها الطاف تما فين كواتها. فجات عند السي مصطفى وقالت له كل شيء. مصطفى دار بان غير يستعن بها، استعن ديك البنت. دارت 21 يوم جات عنده البنت، قالت لي راه جا عندها وسمعتهم تيهضروا، راه مات واحد البنت وراه دفنوها. قال لها غير بنت وراه ماشي غليظه ولا شي حاجه، بلاش تخافي في ساعه نجبدوها. قالت لي وقتي شغلك يلاه الله يهنيك. وراه خرج ما سمعونيش تنصنت لهم، واخا انا عارفه تيجي عندها هذاك الشيء وعارفه ديك المهمه دي وعارفه انا تعرفها بانه تيخدم مع هذاك الشيء. الليل والحراسه لا بلونك كما تنقول حنا البوليس، فين بلونك هي تجلس في واحد البلاصه وتعس عليه، ما تطلقوش ما تحيدوش. السي مصطفى جاب ديك البريكات كامله ومع دوك جوج ديال الضباط، داك العامل والضابط، كلفهم بهذه المهمه هذه، ما تطلقوش معاه. في النهار بداو تيتحركوا مع هذاك من 5 د العشيه، ما تيتحركوا معاه، فين ما مشى تيتحركوا معاه، تابعه السياره عن بعد، تيدخل تسناوه، تدخل القهوه تسناوه. طاح الليل بداو حساسين عليه. طاح الليل واحد الوقت هو خرج واحد الصاك، هو يمشي عندها وخرج هو وياها من عندها، وشدوا طاكسي وتبعوهم الاخوان في الطاكسي حتى وصلوا حدا الروضه. مشاو حدا الروضه، هي مشات لواحد الجهه وجلسات، هو دخل الروضه لداخل. الدراري عساسين عليهم كما تيقول لي العميد، ناعسين على كروشهم في الشوك البوليس باش متبعينهم تيشوفوهم حتى تيشوفوا التحرك ديالها غدا. ومشات عنده عطاهم واحد الوقت، وتيقولوا بان واحد المفتش كان تيقرب لهم شويه بشويه، تيقرب لهم وتيرجع هو غادي على كرشو تيرجع، تيقولوا باقيين تيحفروا حتى الوقت اللي قال لهم راه تيجبدوا شي حاجه. وقفوا عليهم بجوج في الليل، وقفوا عليهم بار سوربريز، ولقاهم جابدين ديك البنت اللي ميته. وتعرف شوف البنت، تخيلوا هذا المنظر ديال الليل والظلام، وجبدوا ديك البنت ولا داك الميت. لما تيجبدوه مسكين خصو يهروا ليه الكفن ديالو، وراسو تيمشي لهاد الجي وهاد الجي، وحنا هزينا الموتى وحطينا الموتى وخدمنا الموتى وهزينا الموتى مقطعين في حياتنا، وهزنا الريوس مقطعين، شفنا داك الشيء. الميت مسكين تيولي بريء، الميت مسكين تيولي صامت وساكت، واللي درتي به ديرو بالجثه، الجثه تيولي درتي بها دير بها والو. يطيح راسو لهاد الجهه، يطيح قعدتي راسو لهاد الجهه قاعد. لا اله الا الله. وكنا غندوزو من ديك الطريق، الله يقتلنا مؤمنين، كنا غندوزو من الطريق، والله يجيب اللي بر بينا واللي يتكفل بينا واللي يدفننا واللي يصلي علينا. يا ربي امين يا رب العالمين. والحمد لله الموت علينا حق، علينا حق، ما عندنا ما نديرو. وبعض المرات غنقول اش غنبقاو نديرو نيت من تيطول الواحد في الحياه يوصل 80 90 اش غيبقى دير نيت ادفع ديالي. والله يدينا الجنه جميعا يا ربي فدع واسر، وارحم والدينا. وتخيل كما تيقول العميد، شادين ديك المسكينه هكا وقفنا عليهم، طلقتها البنت طاحت. هذاك وقف، شدوه الدراري طيحوه، الدراري شعلوا البيلات، عندهم بيلات ديك الساعه شعلوا باش يصاوبوا لك لاشين، وعيطوا الناس ديال التشخيص القضائي وجاو في ذاك الليل وجابوا الضوء معاهم وصوروا داك الشيء هذاك تما، صوروهم جالسين. اي ان السي مصطفى دار اعاده تكوين الجريمه في وقت التلبس.
ماشي غيدوهم عاد يجيبوا الميت، عاد يحفروا على الميت، عاد يديروا وغيكونوا الناس والناس غيبقاو يتخلعوا لطيف حفروا وهذا المقابر حفروا وتنوض واحد الضجه. في ذاك الليل دار اعاده تمثيل الجريمه، تقول شديها كيما كنتي شادها، شديها كيما كنتي شادها، زيد انت وراها قصلط كيما كنتي دير لها، حطوك تسكتو تما، دير هذه زيد عاودي اش تديري. صوروا داك الشيء كاملا وقدموها للعداله، شدوها وقدموها. قلت لهم انا هادشي باش عايشه وماشي غير انا اللي عايشه، راه كاين الناس عايشين به وهادشي تيقضي وما عرفت انايا تيقول تيقضي. المهم تندير لهم، المهم ما تكذبيش على الناس، ما كيما قال لها سي مصطفى تيعاود ديال العميد، ما تكذبيش على الناس، ما تكذبيش عليهم، تعطيهم داك الساس زعما داك السو ديال الميت. قالت لي هي ديال الميت، راه داك الشيء غير قليل تنعطيهم ماشي بزاف. قدموا المحكمه. واحد القضيه بغيت نقولها لكم على سي مصطفى ما كان فيه جميلا. قال كيما دار مع هاد السيده، كان لما تيجي شي واحد جايبين شي مجرم وتيدخلوا عنده هو الاول، تيقول لهم خرجوا قدام الباب، وتيدخلوا توقف معاه، وكان هو قلده وتيوقف معاه يقول شوف داكشي اللي عارف انا عليك كله غتقولوا لهم، داكشي اللي عارف عليك انا راه عارف كل شيء عليك انا كله غتقولوا لهم، عندك يتهبط ويطلعوا يقول لك راه ما قالش لينا، عندك ولا بغى يكذب علينا، راني عارف كل شيء اللي عارفه قولوا لهم، غيقولوا لهم انا عارف كل شيء، لا بغيت نقول لهم انا نقول لهم يلا هبط. وكانت تصدق لي هذه الخدمه هذه كيما قال هذيك موقفه، قال شوفي اي حاجه عليك انا عارفه، اي حاجه انا عارفه عليك وتبعتك مره وهذا وبيقول لهم. وقال من هبطات قالت كل شيء، تجبدت كل شيء، جبدت هذاك جبدت الاخر حتى وتقدمت عصابه اجراميه. وانت ياك حرمه القبور، وانت ياك حرمه الاموات والشعوذه والسحر وكذا وكذا، وجبدات بعد الناس اللي بعت لهم. ولكن كان سيد الوكيل العام كان رجل مثقف ورجل تعرف مزيان تعرف خدمته، وقال لهم وحنا دابا غنذكروا وحده بعت لها كسكسو اخرى، واش غادي بعثوا لها كسكسو ولا تبعت بعدا كسكسو، واش غادي كان هذا تفرجني غادي راجلنا غنجيبوا المحكمه غنخرجوا على عائلات، قال لهم نخرجوا على ناس ونخرجوا على رجال. قدموا هذوك ثلاثه تكوين عصابه اجراميه دوك مساخيط، قدموهم ليا، قدموهم عطاهم 5 سنين ديال الحبس ثلاثه. اليوم غتقول لي كان خصهم اكثر، كان خصهم اكثر، ولكن ما يمكنناش نطعنوا في حكم ديال القانون ونطعنوا في الناس ديال القضاء نقولوا عطاهم غير شويه، كان خصهم 30 وكان خصهم، ولكن ما كاينش هناك فصول تمشي لهذا الحد في هذا النوع ديال الجرائم. نتمنى من الله هذه الجريمه تعجبكم وتفيدكم، ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله.